ده بقى لما عمل انقلاب بدأ يشتم في مصر وفي جمال عبد الناصر وانه ما ينفعش قوات مصر تبقى موجودة ضمن الامم المتحدة. فيجي العقيد سعد الدين الشاذلي وبأمر شخص منه يودي جزء من القوة اللي معاه يوديهم المطار عشان يسيطروا عليه. وبالفعل يا صديقي قدر بعد فترة صغيرة قوي انه يودي حوالي 200 جندي باجتهاد شخصي منه هو. بعد فترة زمنية كده كنت في مطار ليوبولفيل يجي 200 عسكري، وطبعا بمبادرة مني يعني الحقيقة هو كان بيحاول يعرف موبوتو اللي كان عمال يغلط فينا ده ان احنا موجودين وان احنا نقدر نعمل اي حاجة في اي وقت. فيجي الجنرال بتاع الامم المتحدة ويقول لسعد الدين الشاذلي انه يسحب القوات دي فورا وانه لازم يفصل بين ان هو مصري وان هو تابع للامم المتحدة دلوقتي. وبيقول سعد الدين الشاذلي في احد لقاءاته انه عمل كده عشان يعملوا حساب لمصر، مش كل من هب ودب هيغلط فينا. يعملوا لنا حساب بس يعني يبقى فيه ليه قوه تاثير، يعني يتعمل حساب للموقف المصري. خدت بالك ما تبقاش يعني لقمه سائغه يعني. ويطلب لومومبا من السفير المصري انه عايز يامن ولاده في مصر تحت حمايه جمال عبد الناصر. فيبعت السفير المصري للرئيس جمال عبد الناصر ويوافق جمال عبد الناصر على انهم يهربوا ولاده لمصر. وهنا بقى يجي دور الدماغ المصريه لما بتشتغل، ويحط يا صديقي سعد الدين الشاذلي خطه عشان يهربهم. في الوقت ده كان موجود واحد اسمه عبد العزيز اسحاق، والراجل ده كان مستشار للسفاره المصريه وكان صديق شخصي للومومبا. وبيقول السفير المصري مراد غالب انه كان احسن واحد للمهمه دي لان ملامحه كانت اوروبيه، فيزوروا له جواز السفر على اساس انه واحد اوروبي متجوز واحده افريقيه ودول ولاده ومسافر بيهم عادي. وبعد اكتر من ترانزيت يا صديقي من الجزائر لبرشلونه ومن برشلونه لسويسرا ومن سويسرا يروحوا على مصر ويبقى في استقبالهم وفد من رئاسه الجمهوريه.